النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب لو ما كانتش أغرب قصة وتجربة روحانية حصلت في تاريخ مصر. قصة راجل قرر يتحدى قوانين الطبيعة. طيب، في سؤال كده. حد سمع قبل كده عن الراجل اللي اتدفن حي لمدة شهر تقريبا وطلع منها سليم؟ لا لا، دي مش قصة من فيلم ولا حاجة. دي قصة حقيقية جدا حصلت هنا في مصر، وبطلها واحد اسمه طاهر بك. متخيلين الرقم؟ 28 يوم، 28 يوم بالتمام والكمال في قبر مقفول عليه بإحكام. دي مدة يعني كفيلة تنهي حياة أي إنسان طبيعي، بس الظاهر إن طاهر بك ما كانش إنسان طبيعي. وعلشان كده خلونا ندخل في تفاصيل أشهر تجاربه على الإطلاق، التجربة اللي خلته ياخد لقب الرجل الذي هزم الموت. الموضوع على فكرة ما كانش صدفة خالص، ده كان متخطط له بدقة شديدة. أول خطوة فحصوا التابوت حتة حتة عشان يتأكدوا إنه مقفول تماماً، يعني مفيش أي منفذ لهواء. وبعدين، ودي بقى الحاجة الغريبة، هو بنفسه دخل في حالة شبه الغيبوبة بإرادته الكاملة من غير أي تخدير. جسمه حرفياً بقى عامل زي الخشب، ناشف وصلب، وساعتها بس حطوه في التابوت ودفنوه تحت الرمل. الظروف نفسها كانت مستحيلة لأي كائن حي. بنتكلم عن انعدام تام للهواء والأكل والمية، والأكثر جنوناً إن طلب بنفسه يحط وزن تقيل جداً فوق التابوت، وكأنه كان عايز يقطع أي طريق للشك أو أي فرصة للنجاة لو الأمور خرجت عن السيطرة. الخط الزمني للأحداث كان بسيط بشكل مرعب. اليوم الأول تم الدفن، وبعد 28 يوم من الصمت التام تحت الأرض فتحوا القبر، والكل كان منتظر يشوف جثة طبعاً. لكن بعد دقايق قليلة اللي حصل كان أشبه بالمعجزة، ورجع للحياة. لما المساعدين بتوعه فتحوا التابوت، لقوا جسمه لونه رمادي وشكله زي الأموات بالظبط. في اللحظة دي الكل قال خلاص التجربة فشلت والراجل مات. لكن فجأة لاحظوا حركة خفيفة قوي في جفونه، ودي كانت اللحظة اللي الدنيا اتقلبت فيها. الراجل لسه عايش. طيب، مين هو أصلاً طاهر بك ده؟ إيه حكايته؟ وإزاي وصل للقدوات اللي تفوق الخيال دي؟ خلونا نرجع بالزمن شوية. طاهر بيك اتولد في طنطا سنة 1897، وكان من عيلة ليها مكانتها ومعروفة في الدوائر الملكية. يعني نشأته كانت كويسة، وسافر ودرس الطب في اليونان وتفوق فيه، فخلفيته كانت علمية بحتة. لكن الحقيقة إن نقطة التحول في حياته ما كانتش في شهادة الطب خالص. نجاحه الحقيقي كان في دراسته لنفسه. قدر يفهم نقط قوته ونقط ضعفه بعمق، وهو ده اللي فتح له الباب عشان يتجاوز حدود قدرات الإنسان العادي اللي نعرفها. وطبعاً تجربة الدفن دي ما كانتش مجرد حدث عابر أو ضربة حظ، لا، دي كانت مجرد واحدة من سلسلة طويلة من القدرات الخارقة اللي طاهر بيك أظهرها للعالم كله. يعني تخيلوا معايا، في عرض تاني ليه اتحطت كتلة جرانيت وزنها 90 كيلو على جسمه وهو في حالة الغيبوبة دي، والمساعدين فضلوا يخبطوا عليها بمطرقة تقيلة لحد ما اتقسمت نصين، وهو ولا الهوا ما حصلوش أي حاجة. وقدراته ما وقفتش عند كده خالص. كان بينام على سرير مليان مسامير وإزاز من غير ما يتجرح خدش واحد. وفي مرة دكاترة جرحوا وشه بمشرط عشان يختبروه، منزلتش منه نقطة دم واحدة. ده غير الروايات الكتير اللي بتقول إنه كان عنده حصانة ضد النار في عروض عامة. وهنا بقى الموضوع بقى محير أكتر للدكاترة والعلماء. في واحدة من تجاربه قاسوا نبض قلبه، ولقوه وصل ل 130 نبضة في الدقيقة، وده ضعف المعدل الطبيعي لأي إنسان في حالة راحة. ورغم كده كل الفحوصات والتحاليل أثبتت إنه ما كانش واخد أي مخدرات أو منشطات. القدرات دي كلها طبعاً خلقت جدل كبير جداً وقتها، والناس انقسمت. هل هو ساحر بيتعامل مع قوة خفية، ولا هو عالم روحاني فاهم قوانين تانية للكون إحنا منعرفهاش؟ الانقسام في الآراء كان واضح جدا. فريق شايفه ساحر أو مشعوذ ويمكن حتى بيستعين بالجن، لكن هو كان شايف الموضوع من زاوية تانية خالص. كان دايما بيأكد إن اللي بيعمله ده مجرد تطبيق لقوانين طبيعية وروحانية، وإنها قوة الإرادة البحتة، وإن أي حد ممكن يوصل للقدرات دي لو اتدرب كويس. طاهر بيك نفسه الملخص وجهة نظره في الجملة دي قال: القدرات دي مش سحر، دي قوانين طبيعية وروحانية مش أي حد يقدر يفهمها ويستوعبها. شهرته طبعاً وصلت للملوك والأمراء في مصر وبره مصر، لكنه استخدم الشهرة دي كمان عشان يساعد الناس اللي كانت بتعاني من أمراض وأعراض غريبة الأطباء عجزوا عنها. والأهم إنه ألف كتب كتير عن العلاج الروحاني والقدرات دي عشان يسيب وراه إرث وعلم. بس بالرغم من كل اللي عمله وكل اللي قاله ورغم الكتب اللي ألفها،
شخصية طاهر بيك وقدراته لسه بتمثل لغز كبير ومحير ليومنا هذا. ويفضل السؤال الأهم متعلق في الهواء. إزاي إنسان قدر يتحدى قوانين الحياة والموت بالشكل ده؟ هل هي فعلاً قوة الإرادة والتدريب اللي ممكن توصلنا للحدود دي؟ ولا في سر أعمق عن قدراتنا كبشر لسه مستخبي ومحدش وصل له؟ اللغز لسه مستمر.